يوم من الأيام كان في ولد اسمه سيف. راح مكتبة جده القديمة، لقى فيها آلة سحرية عجيبة. دخل فيها الرقم 1، طلع له الرقم 4. جرب يدخل الرقم 3، طلع له الرقم 6. جرب يدخل الرقم 5، طلع له الرقم 8. سيف استغرب وقال أكيد في قاعدة بتحكم الآلة دي. فقعد يفكر يفكر يفكر، قال ده الواحد ده علشان يخرج 4 جمعت عليه 3، والتلاتة دي علشان تخرج 6 جمعت عليها 3، والخمسة دي علشان تخرج 8 جمعت عليها 3. يبقى أي رقم هدخله الآلة دي هجمع عليه 3 يديني الرقم اللي هيخرج منها. فبرافو عليك يا سيف، هنا سيف قدر يكتشف القاعدة اللي الآلة بتشتغل بيها، صح؟ يبقى كده أي رقم، طب أي رقم عندنا ده اسمه إيه في الرياضيات؟ اسمه س. لو جمعت عليه 3 هيخرج لي رقم تاني اللي هو مين اللي هو هنسميه النهاردة دال س. يبقى درسنا النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها الدالة. أي دالة في الدنيا عاملة زي الآلة دي بالظبط، بدخل ليها أرقام وبناء على قاعدة الدالة بتطلع لي أرقام تانية. طب هل يا مس الدالة أرمز لها بالرمز دال بس عشان يعني هي دالة فاخد الدال من دالة وكده خلاص؟ قلت له لا يا حبيبي، الدالة ممكن أرمز لها بأي حرف، أي حرف يعجبك. ممكن أقول راء سين، ممكن أقول كاف ميم، ممكن أقول راء سين، قلنا راء سين، ممكن أقول راء صاد، ممكن أقول سين عين. فأي رمز أقدر أرمز بيه للدالة بتاعتي. طب هو يعني إيه دال سين؟ دال سين يعني دالة، والله الدالة دي المتغير اللي جواها اسمه سين. طب يعني إيه كاف ميم؟ والله كاف ميم يعني كاف عندي دالة، المتغير اللي جواها هيبقى ميم، أقول مثلا ميم ناقص 5. طب يعني ايه راء صاد؟ يعني انا عندي دالة اسمها راء، المتغير اللي جواها هيبقى صاد، اقول مثلا صاد تربيع. فهمنا يعني ايه دالة؟ طيب تعالوا ناخد مثال. يلا يا بطل. بيقول لي إذا كانت س هي عبارة عن المجموعة -1 و0 و1، وصاد عبارة عن المجموعة دي، بص، وكانت الدالة دال، يبقى اسم الدالة دال منين؟ من س إلى صاد. فاكر لما كنا بنقول العلاقة، يعني علاقة من س إلى صاد، صح؟ وقلنا بعد ما كنت بكتب العلاقة كنت بشوف هي دالة ولا لأ. النهاردة هو صراحة كده قايل لي إنها دالة، صح؟ فيبقى لما يقول لي دالة من س إلى صاد يبقى السين دي المجال، وصاد دي المجال المقابل. طيب فين لو سمحت قاعدة الدالة اللي هدخل فيها قيم السين علشان أطلع قيم الدالة؟ مين؟ أهي دي قاعدة الدالة، إن دال س بتساوي س تربيع ناقص 1. طب يلا بينا نكتب بيان الدالة أهو، قول له بيان الدالة بيساوي، يلا السين بكام يا بطل؟ ب1. دخلها يلا في الآلة بتاعتنا اهي، دي الآلة بتاعتنا اهي، دخلها يلا، شيل كل س وحط مكانها -1 اهي، يبقى -1. يبقى د -1. ليه؟ ما انا هشيل كل س واحط مكانها -1. طيب بتساوي ادي -1 الكل تربيع ناقص 1. يلا -1 أس 2 ب1، 1 ناقص 1 صفر.
يبقى أنا لما دخلت السالب واحد في الآلة بتاعتي اللي أنا خلاص بقى أسميها الدالة بتاعتي، الناتج طلع كام؟ صفر. ما اروحش اكتب الصفر كده، امال اعمل ايه؟ لازم اتاكد ان الصفر ده هل موجود في صاد. اه موجود في صاد، يبقى الحمد لله، يبقى اكتب سالب واحد وصفر. طيب يلا ندخل الرقم اللي بعده الصفر. يلا الصفر اما ادخله في الآلة بتاعتي يبقى اقول له دال صفر. شيل كل س واحط مكانها صفر. صفر أس اتنين بصفر، صفر ناقص واحد بسالب واحد، يبقى الصفر مع السالب واحد. طيب يلا هندخل على الدالة بتاعتنا الواحد. يلا يبقى شيل كل س واكتب مكانها واحد، يبقى ده الواحد بتساوي واحد أس اتنين بواحد ناقص واحد بيساوي صفر، يبقى الواحد مع الصفر. وبأكد تاني محدش ينسى من حبايبي الحلوين إن لازم الناتج اللي طلعه من الدالة يكون موجود في المجموع صاد اللي قايل لي عليه أهو. الصفر موجود الحمد لله، والسالب واحد وادي الصفر. ماشي يا حبايبي الحلوين، يبقى انا كده كتبت بيان الدالة. خلاص تاني حاجة بيقول لي مثلها بمخطط سهمي. يلا نعمل المخطط السهمي اهو. مستطيل كده افقي وافقي. ده افقي ده رأسي، ايوه كده ركز معايا، ما دام واقف كده يبقى ايه؟ رأسي. ما دام واقف يبقى رأسي. هنا المجموعة الأولى اللي اسمها س، وهنا المجموعة التانية اللي اسمها ص. يلا العناصر اللي في السين سالب واحد وصفر وواحد. العناصر اللي في الصاد صفر سالب واحد وسالب اتنين. يلا مين راح لمين؟ بص كده، سالب واحد راح للصفر، يبقى السالب واحد راح للصفر. ما تنساش السهم، صفر راح للسالب واحد، الواحد راح للصفر. وفعلا مش كده تبقى دالة، لأن كل عنصر من العناصر السين أهو خرج منه سهم واحد بس. مش ده اللي قلنا الحصة اللي فاتت؟ تمام. يبقى سهل أهو، مفيش حاجة جديدة النهاردة. كل الجديد اللي أنا هيكون عندي آلة هدخل فيها رقم يخرج رقم تاني. طب هو هيخرج رقم تاني بناء على إيه؟ بناء على قاعدة الدالة اللي بيديها لي في السؤال. بس كده، شفت الموضوع سهل ازاي؟ طيب المدى، كنا بنحسب ازاي المدى من الحصة اللي فاتت؟ ها، المدى هو عبارة عن عناصر المسقط التاني، او باخد المسقط التاني في بيان الدالة بتاعتي اهو، اللي هو الصفر والسالب واحد. هو حد يكتب الصفر تاني؟ المجموعة بكتب فيها العنصر مرة واحدة بس، ممنوع التكرار. ماشي يا بطل. طب يلا نكمل، ناخد مثال كمان عشان نفهم اكتر. م. بيقول لي انا عندي دلوقتي دال س بتساوي س تربيع ناقص اتنين س زائد خمسة. طب عايز ايه؟ انا عايز دال صفر. طيب بالراحة كده، يبقى انا الرقم اللي انا هدخله في الآلة بتاعتي هو الصفر، صح؟ طيب يا ترى هيخرج بكام؟ اروح اعوض في قاعدة الدالة. يلا شيل السين دي واحط صفر، يبقى صفر أس اتنين ده راح، سالب اتنين في صفر راح، يبقى اتبقى لي خمسة. يبقى ده الصفر يعني ايه؟ ده الصفر يعني بقول لك لو سمحت روح للدالة اللي اسمها دال وشيل كل سين وحط مكانها صفر. تاني، يعني ايه ده الصفر؟ يعني لو سمحت روح للدالة اللي اسمها دال اهي، واعمل ايه؟ شيل كل سين وحط مكانها صفر وطلع لي الناتج لو سمحت. بس كده، تمام. طيب تعالى نشوف من الرقم اللي بعده مسألة. يلا يا بطل، بيقول لي إذا كانت دال س، يبقى أنا عندي دالة اسمها دال. مالها بقى الدالة دي؟ فين القاعدة بتاعتها؟ يلا س تربيع ناقص جذر 3 س. ماشي. فإن دال سالب جذر 3، يعني إيه دال سالب جذر 3؟ ها، برافو عليك. يعني هروح للدالة اللي اسمها دال دي واعمل ايه؟ هشيل كل س واحط مكانها سالب جذر 3. تاني واحدة واحدة وبالراحة. يعني ايه دال سالب جذر 3؟ يعني هروح للدالة اللي اسمها دال، ما احنا اتفقنا اول حرف ده اللي هو رمز الدالة اسمها،
فالدالة بتاعتي اسمها دال. طب ادي الدالة دال اهي، اعمل ايه لو سمحت؟ اهو بيقول لي دال سالب جذر 3. يبقى انا هشيل كل س اهي واحط مكانها سالب جذر 3. فواحدة واحدة اهي. يلا شيل السين دي وحطي سالب جذر 3. طيب هلاقي الناس عملت لي كده. لا يا حبيب قلبي من جوه. قيمة السين دايما تمام خليها بين قوسين اهي. ليه بقى؟ وانت لو عملت كده سالب جذر 3 تربيع كده انت التربيع على الجذر بس فيبقى الناتج سالب 3. لكن لو التربيع على العدد كله اللي هو القوس كله فبقت الناتج موجب. شفت بقى الناتج اتغير ازاي؟ فخلي بالك قيمة س دايما عشان ما تتلخبطش حطها بين قوسين. يبقى دي ناقص اهي جذر 3 والسين بسالب جذر 3. تبقى بخط جميل زيكم كده اهي. يلا سالب هيروح مع التربيع والجذر هيروح مع التربيع يبقى هنا بتلاتة. بص بقى في سالب وسالب اهو فسالب في سالب بموجب. جذر تلاتة في جذر تلاتة بتلاتة يبقى تلاتة زائد تلاتة ست. ماشي يا بطل. طيب يلا اللي بعده. بيقول لي إذا كانت د س بتساوي س أس تلاتة. ماشي يا عم. فإن د تلاتة زائد د سالب تلاتة. طيب بالراحة د تلاتة يعني ايه د تلاتة؟ يعني لو سمحت روح للدالة اللي اسمها د وشيل كل س وحط مكانها تلاتة اهو. يبقى د تلاتة معناها ايه؟ اروح للدالة اللي اسمها د واشيل كل س واحط مكانها تلاتة. شيل السين دي يلا يا بطل وحط تلاتة يبقى تلاتة أس تلاتة ب27. طيب د سالب تلاتة قول انت بقى ها. الله ينور. هروح للدالة اللي اسمها د بس هشيل كل س واحط مكانها كام؟ سالب 3 اهي. يبقى سالب 3 أس 3 تطلع بسالب 27. يلا موجب 27 اهي زائد سالب 27. أي عدد زائد معكوسه الجمعي بكام يا أبطال؟ صفر. ماشي؟ طيب يلا بيقول لي أنا عندي د س تساوي ألف س ناقص 6 ود 2 بتساوي صفر. طب يعني إيه د 2 بيساوي صفر؟ يعني لو سمحت أنا هروح للدالة اللي اسمها د صح؟ اللي هي الآلة بتاعتي. الآلة بتاعتي دي لو أنا دخلت لها العدد 2 صح؟ هيخرج كام؟ صفر. تاني اهي اعتبر الدالة دي يا عم الآلة بتاعتنا اللي احنا حكينا عليها في الأول. تمام. فأنا عندي الآلة اهي هدخل لها العدد 2 مش دال 2 يعني هدخل للدالة العدد 2 فيطلع لي كام؟ بصفر بس. يعني الناتج بتاع الدالة ما هو هيخرج دي يعني الناتج الدالة. تمام. يعني والله لما اعوض عن السين ب2 الناتج هيساوي كام؟ صفر. ما اللي هيخرج ده الناتج اللي هو اللي يساوي صح. اهو يبقى انا هشيل كل س واحط 2 يبقى الف في 2 ب2 الف ناقص 6. طب لو سمحت انا شلت السين وحطيت 2 اساوي الناتج بكام؟ بصفر. لان هو اللي قال لي والله لو شلت كل س وحطيت مكانها 2 اهي الناتج هيساوي صفر. تمام. يعني قيمة الدالة دي هتطلع لي بصفر بس. يلا يبقى 2 ألف بيساوي 6 أقسم على الاتنين على الاتنين يبقى الألف هتساوي 3 بس يا بطل. صعبة؟ صعبة. يبقى فهمنا يعني ايه دال س أو دال 2. دال 2 يعني أروح للدالة اللي اسمها دال أشيل كل س وأحط مكانها 2. طب لو طلب دال 1 يبقى أنا أروح للدالة اللي اسمها دال أشيل كل س وأحط 1. طيب تعالى نحل دي سوا يلا. بيقول لي إذا كانت د س بتساوي 2 س زائد 5 وراء س. شفت بقى اللي هو مش شرط د ازاي اهو الدالة المرة دي اسمها او الرمز بتاعها راء. راء س بيساوي س ناقص 6. فأثبت أن د 2 زائد 3 راء 3 بيساوي صفر. طيب واحدة واحدة. يلا مع بعض كده د 2 يعني ايه د 2؟ يعني لو سمحت روح للدالة اللي اسمها د اهي شيل كل س وحط مكانها 2 او عوض عن السين ب2. لما اشيل السين دي واحط مكانها 2 يبقى 2 في 2 ب4 4 زائد 5 9. طيب
يلا كده جهزنا ده الاتنين. تعال نجهز راء تلاتة. يعني ايه راء تلاتة؟ يعني لو سمحت روح للدالة اللي اسمها راء، صح؟ وشيل كل سين وحط مكانها كام؟ تلاتة. يبقى تلاتة ناقص ستة بسالب تلاتة. يبقى أنا جهزت الحاجات بتاعتي، أروح أعوض بقى. أقول له إذا دال اتنين زائد تلاتة راء تلاتة بيساوي صفر. يلا ده الاتنين يا بطل بتسعة. ايه ده؟ ايوه كده. انا ازاي اعمل كده؟ اوعى تعمل كده، اصل هو بيقول لك اثبت انها بتساوي صفر، تقول له اذا دي كده بتساوي صفر؟ لا، هو عايزني اثبت ان الكلام ده بيساوي صفر، فانا ما ينفعش اكتب له بيساوي صفر على طول اهو. ايوه كده، صح صح معايا. بقول له يساوي. يلا ده الاتنين بكام يا بطل؟ بتسعة. يلا زائد التلاتة اهي زي ما هي اهي. راء تلاتة بكام؟ بص، راء تلاتة جبتها بكام؟ بسالب تلاتة. يبقى تسعة، تلاتة في سالب تلاتة بسالب تسعة. تسعة ناقص تسعة كام؟ بصفر. شفت بقى؟ اللي انا ما كانش ينفع اكتب صفر على طول، لان هو بيقول لي اثبت انها بصفر. فيعني ايه اثبت انها بصفر؟ يعني لو سمحت اروح اجيب ده الاتنين، واروح اجيب راء تلاتة واضربها في تلاتة واجمعها اهي. جبت ده الاتنين وجبت راء تلاتة ضربتها في تلاتة وبعد كده جمعته. جبت د اتنين وبعد كده جبت راء تلاتة، وبيقول لي راء تلاتة دي اضربيها في تلاتة، فعشان كده ضربتها في تلاتة اهي. وبعد كده اجمعي دول. ففعلا لما جمعتهم طلعوا بيساووا صفر، صح؟ اوعى في اثبت ان تقوم كاتب له دي كلها كده على بعض. ماشي. طيب تعال نشوف اللي بعد. صعبة. ماشي. مم. يلا بقى حل معايا، وقف الفيديو وحل معايا يلا. دول انا عندي د س. مالها يا عمي د س؟ بتساوي 2 س زائد ب. طيب. مم. يلا. وراء س مالها؟ تساوي س تربيع زائد ب. طيب عايز ايه؟ بص. بص بيقول لي وكانت، يعني دي معلومة بقى اي وكانت دي معلومة. د الاتنين زائد راء سالب 4 بيساوي 30. مالكش دعوة هو عايز ايه. شوف من الجملة دي انت هتستفاد ايه. اه تقول لي ده الاتنين. يعني ايه ده الاتنين؟ يعني هروح للدالة اللي اسمها دال اهي، واشيل كل سين واحط مكانها اتنين بس. يبقى دال. هقول له كده، اقول له بما ان انت قايل لي ان ده الاتنين زائد راء سالب 4 بيساوي 30، يبقى اذا يلا ده الاتنين هروح للدالة اللي اسمها دال. يبقى ده الاتنين يعني ايه؟ هروح للدالة اللي اسمها دال واشيل كل سين واحط اتنين. يبقى اتنين في اتنين باربعة، 4 زائد ب. طيب زائد. يلا. راء سالب 4. يعني ايه راء سالب 4؟ ها؟ يعني لو سمحت انا هروح للدالة اللي اسمها راء اهي 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 اهي. اشيل كل سين واحط مكانها سالب 4 اهي. بص خلي بالك قيمة السين بين قوسين اهو، اوعى تنسى. زائد ب. يلا سالب 4 أس 2 ب 16 زائد ب. الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي 30. ليه قلت اللي بيساوي 30 يا ابني؟ ما هو معلومة، هو بيقول لي اثبت ان. ده بيقول لي وكانت ده الاتنين زائد راء سالب 4 بتساوي 30، فدي معلومة. طب يعني ايه ده الاتنين؟ اروح للدالة اللي اسمها دال واشيل كل سين واحط اتنين اهو. اعوض عن السين باتنين. يعني ايه راء سالب 4؟ اروح للدالة اللي اسمها راء واعوض عن السين بكام؟ بسالب 4 بس. واجمعهم الناتج يساوي 30. يلا بقى خلص المسألة بتاعتك. باء زائد باء. ها؟ تفاحة زائد تفاحة، يبقى معايا 2 من التفاحة، يبقى معايا 2 باء زائد 4 زائد 16 20 بيساوي 30. يلا أعمل إيه؟ أنا عايزة الباء لوحدها، فموجب 20 أوديه الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى 2 باء بيساوي 30 ناقص 20، يبقى 2 باء ب10. أقسم على الاتنين يبقى الباء ب5. ماشي يا بطل. يبقى جبت الباء بكام؟ ب5 خلاص. تعالى نكتب بقى الدوال بعد ما جبنا قيمة الباء. يلا. يبقى د س بتساوي
2 س والباء ب5 يبقى 2 س زائد 5. طيب وراء س تربيع زي ما هي زائد الباء ب5. صح كده؟ ما انا طلعت الباء ب5، هسيب الدالة بتاعتي فيها باء ليه؟ يبقى شيل الباء واحط قيمتها. بس انت عايز ايه بقى لو سمحت؟ اهو بص عايز ايه؟ انا عايز د سالب 2 ناقص راء 2. يبقى اروح على د سالب 2 الاول. يعني ايه د سالب 2؟ يعني اروح للدالة دي واعوض عن السين بكام؟ بسالب 2. يبقى 2 في سالب 2 زائد 5. يبقى 2 في سالب 2 بسالب 4. سالب 4 زائد 5 بواحد. طيب عايز ايه لو سمحت؟ انا عايز راء 2. يعني ايه راء 2؟ ها، روح للدالة اللي اسمها راء وعوض عن السين ب2. بس يبقى 2 أس 2 زائد 5. يبقى 4 زائد 5 9. يبقى إذا الدالة اللي انت عايزها لو سمحت اللي هي بقى د سالب 2 ناقص راء 2 هتساوي د سالب 2 يا بطل بواحد ناقص راء 2 ب9. واحد ناقص 9 سالب 8. بس كده. شفت بقى سهلة ازاي؟ أهم حاجة بس افهم المادة صح. ماشي، وخليك مركز معايا مصحصح كده، والحاجات اللي مهمة اللي بقولها تكتبها علشان تراجع عليه ويبقى الدرس بالنسبة لك مفهوم وواضح ومفهوش أي مشكلة. ماشي طيب، يلا نشوف المسألة دي. بيقول لي إذا كانت دالة على س. فاكر؟ ها، مين فاكر؟ دالة على س. فاكر لما كان بيقول لي اللي العين دي كانت علاقة على س؟ يعني إيه؟ يعني من س لس. صح، من س لس. هنا نفس الكلام، دالة على س يعني من س لس. أهو. بس يلا بيقول لي وكانت د 3 بتساوي 3. ها، يعني بقى د 3 بتساوي 3. يلا ها، د 3 يعني السين ب3 وقيمة الدالة بكام؟ ب3. يعني العنصر 3 ده صورته 3. طيب هو عايز ايه؟ مخطط سهل. اهو تعالى بالراحة بس كده. بص بالراحة اهو، هنا عندي س وس. طيب عناصر السين كام؟ 3 4 5. تعال نطول ده شوية يا عم اهو. 6. وبرضه هنا 3 4 5 6. يلا يعني ايه بقى د 3 بيساوي 3؟ يعني والله الآلة بتاعتي دي انا ما اعرفش ايه اللي جوه وانا اصلا مش محتاجاه. ما انا عندي العنصر اللي هدخله هو التلاتة، مش الرقم اللي هدخله هو التلاتة. هيخرج لي كام؟ 3. بس يبقى التلاتة دي الصورة بتاعتها كام؟ 3. يبقى 3 وصلها بالتلاتة اهو. طيب د 4 بيساوي 5. يعني السين ب4. لما اعوض في الدالة عن السين ب4 الناتج هيكون كام؟ 5. اهو مش محتاجة اعرف اللي جوه ده ايه، انا اهم حاجة بالنسبة لي انا دخلت كام وخرج كام، هو ده اللي عايزه. مش احنا في بيان الدالة او في المخطط السهمي بيهمني التلاتة دي صورتها كام؟ صح. طيب ما هو صورتها هو مديها لي، ما اللي بعد اللي يساوي ده الصورة. صح يا بطل ولا ايه؟ اللي بعد اللي يساوي ده هو صورة العنصر. ماشي يا حبيب قلبي، ما هي قيمة الدالة اللي هي صورة العنصر. قيمة الدالة لما أعوض عن السين ب4 يعني الناتج الدالة، يعني اللي هيخرج من الدالة، يعني العنصر اللي هيرتبط بالعنصر بالرقم اللي أنا عوضت بيه. صح؟ طيب الأربعة راح لمين؟ راح للخمس أهي. الخمسة راح للخمس. الستة راح للخمس أهي. بس أهو. طيب كده مثلنا الدال بمخطط سهل. تعالى نكتب بيان العلاقة أو بيان الدالة بقى، لأن هي دي دالة يبقى أقول له بيان الدالة بيساوي. يلا التلاتة دي راحة للتلاتة. والأربعة راحة للخمسة. والخمسة راحة للخمسة. والستة راحة للخمسة. ده أسهل سؤال أصلا، لأن هو مش مديك قاعدة الدل، هو معوض بدالك ومريحك. ماشي، يبقى يعني إيه دال 3 بتساوي 3؟ يعني والله السين ب3 والصاد بكام؟ ب3. بس لأن أنا لما أعوض في الدالة عن السين ب3
قيمة الدالة أو الناتج بتاعها هيكون 3، يعني التلاتة دي صورتها 3. دال 6 بتساوي 5، يعني صورة العنصر اللي اسمه 6 هتطلع بكام؟ ب5. ماشي. طيب اذكر مداه. مين فاكر المدى؟ برافو، المدى والمسقط الثاني في بيان الايه الدالة بتاعتي اللي هو طلع كام؟ 3 و5. ماشي. شفت بقى سهلة ازاي؟ طب لو ما انا قلت لك يعني ايه، يعني ايه مثلا -2 بيساوي 7، يعني والله صورة العنصر -2 هي السبعة، يعني اقدر اكتبه في صورة زوج مرتب كده -2 و7. تاني اجي اقول لك مثلا، دي بعيدة عن المسألة، اقول لك مثلا -1 بيساوي 2، يعني العنصر اللي اسمه -1 صورته 2، يبقى دي -1 اهو، وصورته يعني الصاد ب2، يعني المسقط التاني ب2. ماشي يا بطل. بس كده. هنشوف اللي بعد. يلا بالراحة كده. بيقول لي إذا كانت د س بتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 5، اثبت أن د، بص، 2 جذر 2 زائد 1 بيساوي 2 د 1 ناقص جذر 2. اثبت إن في طرف بيساوي طرف. يبقى أنا هشتغل على الطرف اليمين واشتغل على الطرف الأيسر، ولازم الطرفين يطلعوا متساويين، صح؟ شوف خلي بالك أنا بحل إزاي. أهو أقول له كده، ممكن أقسم الصفحة نصين زي ما اتعودنا، أو بقول له الطرف الأيمن بيساوي. الطرف الأيمن اسمه إيه لو سمحت؟ اه اسمه دال 2 جذر 2 زائد 1. يعني إيه بقى دال 2 جذر 2 زائد 1؟ يعني لو سمحت روح للدالة اللي اسمها دال أهي، شيل كل س، ما اللي بين قوسين ده كله هو السين، فأنا أشيل كل س وأعوض عنها ب2 جذر 2 زائد 1. يلا بالراحة كده. يبقى دي 2 جذر 2 زائد 1 الكل تربيع. يلا ناقص 2 وافتح قوس، دايما قيمة السين حطها بين قوسين. 2 جذر 2 زائد 1 زائد 5. تاني ما بيقول لي دال 2 جذر 2 زائد 1، يبقى كل القيمة اللي بين القوسين دي هي قيمة س يا بطل. ماشي. بس يلا بقى تعال نفك الأقواس بالراحة كده. يلا. قوس الكل تربيع كنت بفكه ازاي؟ الاول تربيع 2 تربيعها 4، وجذر 2 تربيعها 2، يبقى 4 في 2 ب8. اللي مش عارف او متلخبط يعمل 2 جذر 2 الكل تربيع على ايه، 2 أس 2 ب4 في جذر 2 تربيعها 2 يبقى ب8. مش عارف يعملها على الآلة زي ما انا عاملاها كده، افتح قوس اكتب 2 جذر 2 اقفل القوس الكل تربيع يطلع لك ب8. يبقى كده الاول تربيع، وبعد كده الاشاره الاوسط دي بتنزل اهي، بعد كده الاول في الثاني في 2. يلا 2 جذر 2 في 1 ب2 جذر 2. 2 جذر 2 في 2، بص 2 جذر 2 في 2، العدد يتضرب في العدد، 2 في 2 ب4، والجذر ملوش شبه اضربه فيه يبقى ينزل جذر 2. زائد التاني تربيع 1 تربيعها 1. طيب ناقص 2 زي ما هي. خلي بالك بقى من حاجة، ما هي الاتنين اهي مضروبة في قوس، طب ما تضربها بالمرة يلا. هم؟ بالراحة. خلي السالب بره عشان ما يلخبطكش. ما دام في سالب افتح قوس اهو. 2 في 2 ب4، والجذر 2 تنزل، و2 في 1 بموجب 2 زائد 5. طيب يا بطل يلا. ها. في سالب وجواه قوس، يبقى السالب هيدخل على القوس ده يغير الإشارات. يلا انت عندك هنا في 8 وهنا في 1 ب9، خلصهم يلا. زائد 4 جذر 2. يلا. بعد كده اهو السالب ده يدخل على القوس يغير اشاراته، -4 جذر 2 -2، والموجب 5 غلبانين. يلا بيساوي، بص موجب 4 جذر 2 راحت مع -4 جذر 2. بقى لي بقى 9 ناقص 2 ها 7. 7 زائد 5. اعمل لي على الآلة يا ابني، مش عارف 7 زائد 5 كام؟ 7 زائد 5 كام؟ يا حبيب قلبي 7 زائد 5 كام؟ 12 والله. 12. تمام. طيب
مم. يلا نروح نجيب بقى ايه، نجيب دال واحد ناقص جذر اتنين. هاتها الاول وبعد كده بضربها في اتنين، ماشي. اه، فاقول له دال، ما اقولوش بقى الطرف الايسر لان ده مش كله الطرف الايسر، فاجيب الاول دال واحد ناقص جذر اتنين. يلا يا بطل، يعني ايه دال واحد ناقص جذر اتنين؟ يعني عوض عن كل س بواحد ناقص جذر اتنين. اهو، يبقى افتح قوس، دايما قيمة السين حطها بين قوسين، واحد ناقص جذر اتنين الكل تربيع، ناقص اتنين وافتح قوس واحد ناقص جذر اتنين زائد خمسة. يلا يا بطل فك، يلا احنا لسه فكينه. اساعدك. قوس الكل تربيع، بقول الاول تربيع بواحد. يلا الاشاره بتاعت الاوسط بتنزل هنا سالب، بعد كده الاول في التاني في اتنين، واحد في جذر اتنين بجذر اتنين، جذر اتنين في اتنين باتنين جذر اتنين. مم. زائد التاني تربيع، جذر اتنين تربيعها اتنين. يلا سالب اتنين دي دخلها جوه مرة واحدة بقى، خلاص. سالب اتنين لما تتضرب في الواحد بسالب اتنين، سالب اتنين لما تتضرب في سالب جذر اتنين يبقى سالب في سالب بموجب، واتنين في جذر اتنين باتنين جذر اتنين. يلا بقى كده زائد خمسة وهتنساه. يلا بيساوي، يلا بص بقى، سالب اتنين جذر اتنين هتروح مع موجب اتنين جذر اتنين، واتنين ناقص اتنين اهي موجب اتنين راحت برضو مع سالب اتنين، يتبقى لي واحد زائد خمسة بستة. ماشي، اقول له بقى اذا الطرف الايسر بيساوي، خلي بالك الطرف الايسر عباره عن قيمه الداله دي مضروبه في اتنين، يبقى اتنين في دال واحد ناقص جذر اتنين هيساوي اتنين في، جبناها بكام؟ بستة، يبقى بيساوي 12. ايه رأيك؟ ايه رأيك، متساويين ولا لا؟ بس متساويين، يبقى اقول له اذا الطرفان متساويين. مم. صعبة؟ سهلة صح؟ ها، اهم حاجه بس بالراحه، وافتكر القوس التربيع كنا بنفكه ازاي. الاول تربيع، اشاره الاوسط الاول في التاني في اتنين زائد التاني تربيع. طيب تعال نشوف اللي بعد. طيب بعد كده بيكلمني عن حاجه اسمها دوال كثيرات الحدود. ركز بقى معايا كده، بيكلمني عن ايه؟ دوال كثيرات الحدود. قال لي والله الدالة بتاعتي اه لا، صح انت عندك حق. يعني ايه مس اصلا كثيرات حدود؟ والله كده من اسمها كثيرات حدود، يعني فيها شوية حدود، ممكن يكون فيها حد، حدين، ثلاثة، أربعة. يبقى يعني ايه كثيرات حدود؟ يعني فيها شوية حدود. يعني مثلا اقول لك د س بتساوي اتنين، ما ده حد اهو. اقول لك د س بيساوي س زائد خمسة، فيها حدين، اقول لك د س بتساوي س تربيع زائد اتنين س زائد اربعة، اهي فيها ثلاث حدود، وهكذا بقى براحتك. يبقى دوال كثيرات حدود يعني ايه اصلا كثيرة حدود؟ يعني فيها حد، حدين، ثلاث حدود، اربع حدود، زي ما يعجبك. ماشي. الحد والحد بفصل بينه يا اما بزائد يا اما بناقص. الاتنين دي مفيش جنبها لا زائد ولا ناقص، عشان كده قلت يا حد واحد. دي حدين، دي ثلاث حدود، ليه؟ انا عندي زائد اهي وزائد اهي. يبقى عد بقى، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. دي مش قضيتنا، انا قضيتي يعني ايه دالة كثيرة حدود. فكثيرة حدود الاول يعني فيها حد او اكتر من حد. طيب امتى بقى، امتى اقول ان الدالة بتاعتي دي كثيرة حدود؟ قال لي والله يكون عندي شرطين. ايه الشرطين دول؟ ان لازم المجال والمجال المقابل ينتمي لح. مين ح؟ مين ح؟ ها، مجموعة الأعداد الحقيقية. طيب تاني شرط، إن لازم الأس بتاع س يكون عدد طبيعي. مم. تاني، أنا عشان أحكم على الدالة هي كثيرة حدود ولا لأ، أشوف الشرطين دول. هل المجال والمجال المقابل موجودين في ح؟ ما ينتمي لح يعني موجودين في ح، وأس السين يكون عدد طبيعي. طب يا مس احنا فهمنا العدد الطبيعي ان أس السين يكون عدد طبيعي، الأعداد الطبيعية اللي هي صفر وواحد واثنين وهكذا. طيب ايه بقى ان شاء الله المجال والمجال المقابل دول ينتموا لح؟ يعني انا افهمها ازاي او اعرفها في المسألة ازاي؟ بص يا حبيبي يا روح قلبي، يعني ايه المجال والمجال المقابل ينتموا لح؟ يعني والله، والله عشان تبقى الدالة كثيرة حدود عوض بأي قيمة لسين. شفت انا بقول لك ايه؟ اي قيمة لسين، مش ح دي اللي هي المجموعة الام اللي عندنا،
صح صح ولا انا غلطانه؟ مش ح دي اكبر مجموعه خدناها لحد دلوقتي، فح دي كل الارقام اللي خدناها هي اسمها ح. كان ما عدا حاجه بسيطه، لان لما يكون عندي جذر العدد سالب، هي دي الحاجه الوحيده التي لا تنتمي للح. تمام. بس كل الاعداد اللي عندنا بتنتمي للح، ما عدا بس الجزئيه دي، اي جذر تربيع العدد سالب لا ينتمي للح. تمام. فانا لو جيت عوضت بالسين دي باي رقم، باي رقم، لازم الداله يكون ليها ناتج. تاني، يعني ايه المجال والمجال المقابل ينتموا لح؟ يعني في الداله اللي عندي لما اعوض باي قيمه لسين، اي قيمه لسين تعجبني، لازم الداله بتاعتي يكون ليها ناتج. طب يا مس، هو انا ممكن كده اعوض ما الاقيش الداله ليها ناتج؟ اقول لك اه. طب لو سمحت يا مس مش فاهم، عايز مثال افهم. اقول لك بالراحه. وانا دلوقتي لو جيت قلت لك د س بتساوي 1/س، قلت لك يلا يا بطل روح احسب لي د صفر. يلا، يبقى 1/0. لا 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 لا، 1/0. دي 1/0 دي انا اعرفها، تعرفها؟ محدش عارف. شفت بقى؟ يبقى فعلا ان السين دي لو انا شلتها وحطيت مكانها صفر، الداله ما طلعش لها ناتج. يبقى انا كده اقول على دي كثيره حدود؟ لا، اقول دي ليست كثيره حدود. طب اقول لك د س بيساوي جذر س. جيت قلت لك انا عايزه د -1. والله سهله، اشيل السين واحط -1. قال لا، هو جذر -1 ده انت عارفه بكم؟ تعرفه؟ 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 لا. الجذر -1 ده احنا عارفينه؟ والله ما نعرفوش. يبقى دي ليست كثيرة حدود. طب لما اجي اقول لك د س بتساوي س أس -1، وعايزة د صفر. ها، هي س أس -1 دي مين؟ فاكر في الأسس اللي خدناها في تانية إعدادي؟ قلنا الأس السالب ده بيشقلب، يعني دي س على 1 الكل أس -1، صح؟ لو أنا عايزة أخلي الأس موجب فشقلب ده يبقى 1/س. فكأن دي بالظبط 1/س، واشيل السين واحط صفر يبقى 1/0. ينفع تبقى دالة كثيرة حدود؟ ها؟ لا. صح؟ صح يا بطل. طيب، يبقى معنى كده ايه خلاصة الكلام؟ احنا فهمنا يعني بقى المجال والمجال المقابل ينتموا لح، يعني لازم اي قيمة لسين اعوض بيها الدالة يكون ليها ناتج. طيب في شوية حالات كده ما لقيتش بيطلع لهم ناتج. الاسئله اللي احنا نحفظه لو لقينا اي حاجة منهم موجودة يبقى على طول دي دالة ليست كثيرة حدود، اللي هم ايه بقى؟ تحت الكسر وتحت الجذر والأس سالب. قول معايا يلا، تحت الكسر وتحت الجذر والأس سالب. يبقى اي داله في اي امتحان تجيلك او تشوفها في اي مكان، تمام، داله كثيره حدود، ما عدا لو شفت الثلاث حاجات دول: تحت الكسر وتحت الجذر والاس سالب. ها السمعه؟ تحت الكسر وتحت الجذر والاس سالب. وضيف عليهم بقى حاجه عشان ما تنساش الشرط التاني ده، ان لازم يكون اس السين عدد طبيعي. يعني ايه باختصار؟ يعني ما ينفعش يكون كسر. اجي اقول لك د س بتساوي س اس نص، هو النص ده عدد طبيعي؟ ها؟ لا، يبقى دي ليست كثيرة حدود. د س بتساوي س اس 2/3، يبقى دي ليست كثيرة حدود. ما دام الاس بتاع السين كسر يبقى على طول دي ايه؟ ليست كثيرة حدود. يبقى اربع حاجات بقى لو شفتهم تبقى على طول الدالة ليست كثيرة حدود. يبقى أي دالة شوفها كثيرة حدود ما عدا تحت الكسر وتحت الجذر والأس سالب. وزود عليهم لو الأس إيه؟ لو الأس كسر. يعني لو لقيت السين دي تحت الكسر، يعني موجودة في المقام، يبقى ليست كثيرة حدود. لو لقيت السين دي تحت الجذر يبقى ليست كثيرة حدود. لو لقيت الأس بتاع السين سالب ليست كثيرة حدود. وزود إن الأس سالب إن الأس كمان يكون كسر، زودها بقى إن الأس عندي كسر. تمام، يبقى دالة ليست كثيرة حدود. بالله عليك ركز علشان دي كلها حاجات مهمة جدا، حاجات مهمة جدا. يلا بسرعة بقى، يلا. ها، بيقول لي أي من الدوال الآتية التي لها القواعد التي تمثل دالة كثيرة حدود. بص بقى، أي دالة تشوفها كثيرة حدود ما عدا
لو لقيت فيها الاربع حاجات، تحت الكسر وتحت الجذر والاس سالب والاس كسر. ها يلا، هنا في حاجه من اللي احنا قلناهم؟ لا، يبقى دي كثيره حدود. ها بص، ده في كسر، شكرا، ليست كثيره حدود. ايه ده في جذر، ليست كثيره حدود. ها، ها برافو عليك، ما هو كسر اهو، كسر اهو، يبقى ليست كثيره حدود. طب يا مس، ده هنا في س بره، ما لو ضربتها في القوس س في س بس تربيع زائد، لما اضرب دي هتديني 1 زائد 2 س، ما هي بقت حلوه هي مس وكثيره حدود. اقول لك لا يا حبيب قلبي، لا يا حبيبه قلبي، انا بحكم على الداله كثيره حدود ولا لا باول نظره ليه، باول نظره ليه، يعني اول ما اشوفها بمجرد النظر، ما ببذلش فيها مجهود ولا بحلها ولا لا، بمجرد النظر كده لقيت تحت الكسر تحت الجذر الأس سالب والأس كسر، يبقى ليست كثيرة حدود على طول. لا محتاجة أفك أقواس ولا أعمل ولا أعمل، بمجرد النظر كده على طول. ماشي، يبقى ركز بقى، اكتب على المسألة دي مهمة وهتلخبطك. ماشي، طيب يلا، برضو نفس الكلام. ها برافو، كثيرة حدود. بص بص، كسر اهو، كسر اهو، قول معايا ليست كثيرة حدود. بص بص، جذر اهو، جذر اهو، يبقى ليست كثيرة حدود. بص كده، ها مفيش حاجة من اللي احنا قلناها، يبقى دي كثيرة حدود. يبقى الخلاصة، امتى الدالة تكون كثيرة حدود؟ أي دالة كثيرة حدود ما عدا تحت الكسر وتحت الجذر والأس سالب والأس كسر. فهمنا؟ طب واحدة من عندي بقى، جيت قلت لك ده س بيساوي س أس 5/2. ها، الله ينور عليك، ده الأس كسر أهو. هل 5/2 دي عدد طبيعي؟ ده 2.5 دي عدد طبيعي؟ لا، يبقى أقول له دي ليست كثيرة حدود. فهمنا؟ صعبة؟ يبقى تحت الكسر يعني السين في المقام، تحت الجذر يعني بالمنظر ده، دي كده تحت الجذر، دي كده اللي كنت بقول عليها تحت الكسر. الأس سالب أديك واحدة من عندي، س أس سالب 5 أهي، فده كده الأس سالب، يعني الأس اللي موجود على السين سالب، ها والأس كسر يعني الأس بسط على مقام لا ينتمي لطه، طه ليه أعداد الطبيعية 0 1 2 3 4، ينفعش ونص وربع، لا. ماشي، فهمنا؟ طيب، ازاي بقى احدد درجة الدالة كثيرة الحدود؟ قال لي والله درجة الدالة كثيرة الحدود هي درجة أكبر أس للسين، يبقى أكبر أس للسين هي دي درجة الدالة كثيرة الحدود. يبقى لما يجي يقول لي اهو دالة كثيرة حدود من الدرجة، أشوف أكبر أس للسين، يبقى أكبر أس للسين هو ده درجة الدالة كثيرة الحدود. ماشي يا بطل؟ طيب يلا، فين هنا س أس 2 يبقى الدرجة التانية، أقول لك اصبر، اصبر. درجة الدالة لازم الدالة تبقى في أبسط صورة. يعني إيه يا مس في أبسط صورة؟ مش أنا لسه قايلة لك، مش أنا لسه قايلة لك دالة كثيرة حدود يعني فيها حد 2 3 4 5، واللي بيفصل بين الحدود وبعضها يا إما الزائد يا إما الناقص. طب بص كده للحدود دي، هل السين تربيع دي والقوس ده بينهم زائد أو ناقص؟ رد. لا. صح، ركز معايا كده وما تسرحش. لا، فخلاص، فلازم افك الاقواس الاول. ليه؟ علشان كثيرة حدود شوية حدود بينهم زائد او ناقص، هل دي شوية حدود بينهم زائد او ناقص؟ فلازم افك القوس. قال لي والله خلاص، انت بدل ما تتعبي نفسك يا مس وتفكي القوس، ده قوس الكل تربيع، صح؟ فاكبر اس لي للسين هيبقى س تربيع، يبقى س تربيع مضروبة في س تربيع يبقى س أس 4، يبقى أكبر أس س أس 4، صح؟ يبقى دي من الدرجة الكام؟ من الدرجة الكام يا أبطال؟ من الدرجة الرابعة. مم. ماشي، يبقى دي كده من الدرجة الرابعة. طيب تعال نشوف اللي بعدها. ها، بيقول لي الدال دالة، وإن الدال س دي س تربيع ناقص س ناقص 5 لكل تربيع، دي كثيرة حدود من الدرجة الكام؟ سمعت حد بيقول لي ده أكبر أس هيخرج هنا س تربيع، فدي هتروح مع دي. لا، الصبر، الصبر. ما دام في جمع أو طرح يبقى لازم تفك الأقواس. ليه بقى؟ تعال نفك الاقواس وهتفهم ليه. ادي السين تربيع زي ما هي، ادي الناقص اهو، وما دام في ناقص افتح قوس،
فك كده القوس تربيع، لسه قايلينه الأول تربيع. إشارة الأوسط، الأول في التاني في اتنين يبقى 10 س زائد التاني تربيع. بص يبقى س تربيع. دخل بقى السالب جوه، يعني ايه ادخل السالب جوه؟ اغير الاشارات، يبقى سالب س تربيع زائد 10 س ناقص 25. بص بقى يا بطل، س تربيع راحت مع س تربيع، فاصبحت الداله عندي 10 س ناقص 25. فين اكبر اس للسين؟ اس واحد، يبقى دي من الدرجه الايه؟ الدرجه الاولى. ها، فهمت بقى؟ لكن لو انت عملتها كده لا. ليه؟ لان انت عندك لما بتضربي او لما بتضرب مفيش حاجه بتطير، فمش هيأثر، صح؟ عشان كده عملتها فوق كده من الاول اهو. تمام، يبقى لما يكون بينهم ضرب كده خلاص ده قوس تربيع، يبقى اكبر اس س تربيع. طب لو كان قوس اس 3 يبقى اكبر اس س اس 3، واضربها هنا وخلاص. ماشي. طيب، لكن دي خلي بالك ده في طرح، دي س تربيع ناقص او زائد، فممكن الحدود اللي تطلع لي حاجه تطير معاها، صح؟ صح ولا ايه؟ بس فعشان كده لما يبقى في جمع او طرح فك الاقواس اللي عندك. لما يبقى في جمع او طرح لازم تفك الاقواس اللي عندك عشان تحدد درجه الدل. اما في الضرب لا، في الضرب الموضوع سهل. ماشي. طيب د س بيساوي س اس 4، يبقى دي س اس 4 ناقص اهو في طرح اهو، يبقى لازم تفك الاقواس دول. طيب بص، بدل ما تفكهم انت خدت بالك هما دول ايه؟ القوس ونفسه، واحد موجب وواحد سالب. مش كانت دي كانت اللي هي فرق بين مربعين؟ فرجعها لاصلها، يبقى الاول تربيع. خلي بالك دي س تربيع، اما تربعها تبقى س اس 4 ناقص التاني تربيع. بالله عليك ركز، ما دام في جمع او طرح لازم تفك الاقواس. افكها معاك اهو. بص بص، ادي س اس 4 اهي، ادي الناقص. انا عندي قوس مضروب في قوس. قبل ما افك اخلي بالي كده، بص القوس ده والقوس ده. اه، ده بص ده دي س تربيع ودي س تربيع، هنا موجب وهنا سالب، صح؟ يبقى قوس وشبهه بالظبط. لما يبقى عندي قوس وشبهه بالظبط بفكه ازاي؟ بفكه ازاي؟ الاول تربيع ناقص التاني تربيع. كنت بقول ده فرق بين مربعين. س تربيع تربيعها اي س تربيع تربيعها بضرب الاسس، يبقى س اس 4. ما تنساش تفتح قوس عشان في سالب غدار، وبعد كده سالب واحد في واحد بواحد، يبقى س اس 4 ناقص س اس 4 زائد واحد. دي راحت مع دي، بقت الدال س عندي عبارة عن الواحد. طب هو فين السين اللي جنب الواحد عشان احدد الدرجة؟ ما اعتبر ان دي س اس صفر. مش س اس صفر بواحد، واحد في واحد بواحد، يبقى فعلا الدالة ما اتغيرتش. تاني انا بيقول لي ده س بتساوي واحد، انا عايزه احدد درجة الدالة، فمحتاجه اشوف السين واخد اكبر اس عليه. طب ما فيش سين، طب ما جرب تحط سين كده. مش الواحد ده لو قلت هو مضروب في واحد، طب ما الواحد دي اقدر اقول انها س اس صفر. مش اي حاجه اس صفر بواحد، بس يبقى اكبر اس للسين هو هنا كام؟ الصفر. بس يبقى دي داله من الدرجه الايه؟ الصفريه. داله من الدرجه صفر. طيب تعالى اديك بقى واحده من عندي كده. لو انا جيت قلت لك انا عايزه د س دي بتساوي صفر، دي من الدرجه الكام؟ تقول لي والله ميسي سهله، هعمل نفس الحركه، اقول له س اس صفر. س اس صفر بواحد، واحد في صفر بصفر، يعني اكبر اس للسين صفر. قال لي لا بقى، لما تكون د س بتساوي صفر يبقى الداله دي بقول انها ليس لها درجه. تاني تاني بالراحه خالص اهو، بالراحه خالص، واحده واحده، بالراحه خالص، واحده واحده. لما يجي لي في الامتحان د س بتساوي صفر، صفرين، يبقى اذا الدالة دي على طول اقول ليس لها درجة. يبقى امتى؟ ما هي صفر، صفر د س بيساوي صفر، فاذا الدرجة دي ليس لها درجة. امال مين اللي بيكون من الدالة الصفرية؟ لو رقم. الدالة الصفرية دي لو رقم، تمام. لو هي دالة ثابتة 3 4 5 سالب 1 سالب 2، إما د س بتساوي صفر دي ليس لها درجة. د س بيساوي صفر ليس لها درجة. طب هنا يا بطل عايز د سالب 3، فاكر؟ الله ينور عليك، أروح للدالة د، أعوض عن كل س بسالب 3.
وما تنساش قيمة السين تحطها بين قوسين، يبقى سالب 3 أس 2 ناقص سالب 3 ناقص 2. شفت بقى الأقواس مهمة ازاي؟ بالله عليك، بالله عليك، أي قيمة لسين حطها بين قوسين. سالب 3 أس 2 ب9. بص بقى، ناقص وفي سالب جواه، سالب في سالب بموجب، يبقى دي موجب 3 ناقص 2. 9 و3 12، 12 ناقص 2 كام؟ 10 اهي. خلي بالك من الأقواس، هي دي بس مشكلتها الأقواس، فركز فيه. قلت لك أي قيمة لسين حطها بين قوسين، يبقى سالب 3 لكل أس 2. سالب ايه؟ السين بكام؟ بسالب 3 ناقص 2، يبقى سالب 3 أس 2 ب9. سالب ووراه سالب بيمسكوا في بعض كده ويبقوا موجب ايه، يبقى موجب 3 ودي سالب 2. 9 و3 12، 12 ناقص 2 ايه؟ 10. طب تعالى نختم بقى كده بمسألة جميلة زيك كده. خلي بالك عشان المسألة دي مهمة جدا جدا جدا، مهمة إلى ما لا نهاية. ماشي يلا يا بطل. بص كده بيقول لي، والله أنا عندي دالة اسمها دال س بتساوي س أس م ناقص 3 زائد س أس 4 ناقص م. دي دالة كثيرة الحدود، حيث إن الميم بتنتمي لطه. مين طه؟ لسه قايلين اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية. مين طه؟ محدش ينسى بقى مين طه. مجموعة الأعداد، مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي فيها إيه؟ اللي فيها صفر وواحد واتنين إلى ما لا نهاية. طيب أنت عايز إيه لو سمحت؟ أنا عايز قيمة دال واحد. والله سهلة، صح؟ دال واحد يعني إيه؟ يعني أروح للدالة اللي اسمها دال دي، أعوض عن السين بواحد، يبقى دي واحد أهي أس ميم ناقص تلاتة زائد واحد أس أربعة ناقص ميم وأطلع الناتج. طب فين قيمة الميم يا مس؟ أجيبها إزاي يا مس؟ اجيبها ازاي؟ اجيبها ازاي؟ ها. بص بقى يا حبيب قلبي، وانا لو قلت لك واحد اس خمسة يعني ايه؟ يعني الواحد مضروب في نفسه 5 مرات، صح؟ الناتج هيطلع بايه؟ يطلع بايه؟ بواحد اهو. خليها واحد اس تلاتة يعني عشان ما نقعدش نكتب كتير. بس لو انا قلت لك واحد اس تلاتة يعني ايه؟ يعني واحد مضروب في نفسه 3 مرات هيطلع لي بواحد. طب واحد اس خمسة يعني واحد مضروب في نفسه 5 مرات بواحد، يعني واحد اس اي رقم بواحد. يبقى انت يهمك في ايه؟ تعرف قيمة الميم. شفت بقى؟ مسألة حلوة. فركز، ركز. الرياضة أبدا عمرها ما كانت حفظ. افهم. واحد أس أي حاجة بواحد. مالك انت؟ مالك ومال؟ انت عايز مين فين؟ ما مين دي تكون اللي تكونه، تكون اللي تكونه، مش هتأثر معايا. واحد أس أي حاجة بواحد، يبقى واحد زائد واحد بيساوي اتنين. شفت؟ يبقى قيمة ده الواحد باتنين. طيب بعد كده عايز قيم ميم. قيم ميم. طب بالراحة كده، انت لسه بتقولي ان دال س دي دالة كثيرة حدود. طيب ما انا خدت في الدالة كثيرة حدود، عشان الدالة تكون كثيرة حدود في شرطين: مجال مقابل ينتمي لها. شوف الشرط التاني كده، ما هي الميم دي في الأس. ايه اللي خدته؟ ايه اللي خدته في شروط الدالة كثيرة حدود بالنسبة للأس؟ ها؟ ان لازم الأس يكون عدد طبيعي. لازم الأس يكون عدد طبيعي. يعني ايه عدد طبيعي؟ يعني اكبر من او يساوي الصفر. اهو لازم يكون ممكن يساوي صفر او اكبر من الصفر، يعني مش واحد اتنين تلاتة اربعة، دي اكبر من الصفر. بس فاقول له والله بما ان انت قلت لي ان دال س دي دالة كثيرة حدود، يبقى اذا الميم بتنتمي لطاء. يعني اذا ميم ناقص 3 دي اكبر من او يساوي الصفر. ليه يا مس اكبر من او يساوي الصفر؟ ما يا ابني ركز، ما هو مجموعة الاعداد الطبيعية فيها الصفر، يبقى عشان كده حطيت اليساوي. والواحد اتنين تلاتة ما ده اكبر من الصفر. طب لو سمحت يا مس فيش اس كمان اهو. طيب اكتب، اكتبه، قول له او 4 ناقص الميم اكبر من او يساوي الصفر. طيب بسطها يلا، يبقى هنا ميم ودي السالب 3 الناحية التانية، يبقى ميم أكبر من أو يساوي التلاتة. يلا بص بقى، ركز معايا كده. بص بالله عليك ركز. هنا بص بص، الأربعة دي موجب، الأربعة دي قدامها موجب، فأنا بتخلص من الضعيف الأول هو الجمع والطرح، فدي اللي هوديها الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى سالب ميم أكبر من أو يساوي سالب 4. طب أنا عايزة ميم ولا سالب ميم؟ عايزة ميم ولا سالب ميم؟ عايزة ميم، بضرب في سالب واحد. يبقى الميم، بص بص،
المتباينة لما بتضرب في سالب بتعمل ايه؟ بتزعل وتغير اتجاهها، تبص الناحية التانية. طب وانا اسيبها له كده ولا اعمل ايه دلوقتي؟ ايه امي دي؟ بتحبها ام؟ او او تمام. طيب لمهم بقى، ما لمهم، ما هو عايز قيم ميم، لمهم بدل ما هما كده. اهي مش هنا في ميم وهنا في ميم، اكتب ميم واحدة اهي. بص كده، انا دايما بقرا من ناحيه المتغير، دايما بقرا المتباينه من ناحيه المتغير. ميم اكبر من او يساوي 3، اي ميم اهي اكبر من او يساوي 3. صح؟ ها ميم، بص بص، اصغر من او يساوي الاربعه. ادي ميم اهي، بص بص، اصغر من او يساوي الاربعه. انت معايا ولا ايه؟ يا ابني ركز، ركز تاني تاني، اهي اهي همسح اهو. تعالى نبدا بالصغير. ممكن على فكره تكتبها كده، قول ميم اهي في النص، صح؟ ميم مالها اصغر من أو يساوي الأربعة أهي، ميم أصغر من أو يساوي الأربعة. طب الناحية التانية ميم أكبر من أو يساوي التلاتة، يبقى الميم أهي الفتحة بتبص لها عشان أكبر من أو يساوي التلاتة. بس يبقى إذا الميم دي بين التلاتة والأربعة، يبقى إذا ميم هتساوي من تلاتة لأربعة. إيه بقى ده؟ إيه ده؟ أنت حطيت أقواس فترة ليه يا مس؟ ما لما كان في متباينة كنت بحط أقواس فترة. طب ممكن الصبر. هو يعني ايه الفترة المغلقة من 3 ل 4؟ قولها كده لنفسك، استرجع كده. يعني ايه فترة؟ يعني انا معايا كل الاعداد الحقيقية اللي بين الثلاثة والاربعة، يعني 3 و1 من 10، 3 و2 من 10، 3 و1 من 100، 3 و1 من 1000. قال له هو انا الأس او الميم اللي قايل لي عليها دي هي بتنتمي لح عشان اعمل له كده؟ ركز، ركز، المسألة جميلة جدا، مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. هل الميم دي بتنتمي لحاجة عشان احطها في صورة فترة؟ طب قولي الميم تنتمي لطاء. مين طاء؟ صفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. يعني التلاتة والأربعة بس. طب لما يكون التلاتة والأربعة بس دي ايه؟ دي مجموعة. يبقى الميم بالمجموعة تلاتة أو أربعة. تعالى نكتبها أهو عشان ما تتلخبطش أهو. يبقى ميم هي عبارة عن المجموعة تلاتة وأربعة. مسألة جميلة جدا جدا جدا، عشان كده حبيت أختم لك بيه. مسألة مهمة مهمة. أول حاجة، واحد أس أي حاجة بواحد، ما يهمنيش الأس. واحد أس أي حاجة بواحد، فأقدر أطلع قيمة ده الواحد. قيم مين؟ والله أنت بتقول لي إيه؟ أنا بقول لك إن الميم بتنتمي لطه. طب مين طه دي؟ طه دي يعني صفر، واحد، اتنين، تلاتة بس. اللي بينهم مش معايا، اللي بينهم مش معايا. يعني ايه اللي بينهم مش معايا؟ يعني لا في كسور ولا. ما اقدرش اكتبها في صورة فترة. ما هي الفترة دي ليه؟ عشان اللي كان ما بينهم معايا، لكن دي اللي بينهم مش معايا، عشان كده كتبتها في صورة مجموعة. طب اعملها ازاي اهو؟ يعني ايه تنتمي لطه؟ يعني القص بتاعي ده، تمام اهو، دي الميم تنتمي لطه، وكمان دي دالة كثيرة حدود. يعني ايه دالة كثيرة حدود؟ يعني لازم القص بتاعي ينتمي لطه، القص كله، الأس كله بينتمي لطه. ده اللي احنا خدناه. فاكر؟ افتكر كده شروط الدالة كثيرة حدود. كان الشرط الثاني ان لازم الأس بتاع السين يكون عدد طبيعي. عشان كده ما قلناش الأس كسر، فاكر؟ تحت الكسر وتحت الجذر والأس سالب والأس كسر. هو السالب والكسور دي في الأعداد الطبيعية. ركز. يبقى دي دالة كثيرة حدود، يبقى لازم الأس بتاعي اللي هو م ناقص 3 يكون أكبر من أو يساوي الصفر. ليه يساوي الصفر؟ عشان الصفر معايا. ليه أكبر؟ عشان هي 1 2 3 أكبر من الصفر. طب ما أنا عندي أس تاني اكتبه. طيب أصبح عندي اتنين متباين. طب خلاص اكتبهم بقى في متباينة واحدة. م أكبر من أو يساوي التلاتة. أدي م أهي أكبر من أو يساوي التلاتة. طب بص، أنا دايما بقرأ المتباينة من ناحية المتغير. م أصغر من أو يساوي الأربعة. أدي الميم أهي وأصغر من أو يساوي الأربعة. بس يبقى الميم عندي 3 و4. ومجموعة، ليه مجموعة؟ عشان الميم تنتمي لطه، يعني معايا التلاتة والأربعة بس اللي بينهم مش معايا. فهمت يا باشمهندس؟ فهمت يا باشمهندسة؟ أتمنى أكون قدرت أساعدك في الفيديو ده. أنت كمان لو الفيديو ده ساعدك، ساعد بيه غيرك، اعمل له شير، واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.